الشخصية هي صورتي عن نفسي، أنا شايف نفسي إزاي، دي جاية من طريقة التعامل بابا وماما معايا. هم شافوني إزاي، اتعاملوا معايا إزاي، اتعاملوا مع احتياجاتي إزاي، كانوا بيشجعوني، كانوا عندهم إعجاب بيا، كانوا طول الوقت سبورت ليا، بيسمعوني. فالاحتياجات النفسية لما بتسدد تكون الشخصية اللي هي جزء منها الصورة الذاتية. الشخصية هي طريقة عمل العلاقات، الطريقة اللي بتخش بيها علاقاتك بتعبر بشكل كبير عن شخصيتك. لما جينا قلنا إنه العلاقات مقياس مهم أقدر أشوف بيها شكل الشخصية، فشكل العلاقات اللي بتعملها بتعبر عن شخصيتك. الطريقة اللي بتفكر بيها، كل واحد فينا بيستقبل الأحداث اللي بتحصل حواليه بشكل مختلف. الطريقة اللي بتفكر بيها هي بتعبر عن شخصيتي، مش بالضرورة تكون بتعبر عن الواقع. الطريقة اللي بتعامل بيها مع مشاعر، ودي من الحاجات اللي احنا على الصفحة مهتمين ان احنا نتعلمها من خلال مهارات. هو ازاي الانسان يكون عنده علاقات، والعلاقات دي تكون علاقات صحية. ازاي الانسان يتعامل مع مشاعره ويديرها ويتعامل معاها بشكل فعال.